وبينكم يا جماعه، انا قلت ان في انا في لسته دلوقتي قدامي، انا في دلوقتي لسته انا كاتبها عن مدرب الاهلي الجديد. يسترب ده ولا يسترب ولا ولا ايه الاسم؟ يا الله يسامحك يا كابتن محمود يا خطيب، الله يسامحك والله العظيم، مش لاقي لنا الاسم ده وتجيبوا لنا، انا مش عارف. فبيني وبينكم كده انا قلت ان انا كاتب لسته قدامي، ومش هينفع اقول في فيديوهات الانستجرام، مفيش وقت والكلام ده كله ان انا اقول كل الكلام ده عن المدرب وكل المعلومات دي في فيديوهات الانستجرام. فقلت اعمل لكم حلقه على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايب قلبي، عايزين يا جدعان ايه؟ تقدروني بلايك. اقسم بالله انا بقالي 3 ايام ما بصورش، 3 ايام انا بقى ما بصورش فيديوهات، مفيش اي شغف، مفيش اي حاجه. فيا ريت بقى، انا تعبان في الحلقه اقسم بالله من مونتاج وتصوير وتجهيز، يا لهوي. ده التجهيز، ده التحضير لوحده للحلقه يكفر. ده انا كفران في الحلقه دي يا جدعان. فالتقدير بقى وفضلا وليس امرا. لايك حلو بقى، ارزع اللايك الرايق. التقدير لاخوك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، علشان ايه؟ تديني دافع وتديني رغبه اكبر ان انا استمر في حوار الفيديوهات، عشان انا ابتديت ان انا ازهق وخلاص مفيش حد بقى يشوفني. فاللي هو انا قربت ازهق. فاعمل لايك يا اسطى لو انت مش عامل لايك، خلصانه بالحب كده. نخش في الموضوع على طول، ونخش في حلقتنا، ونخش في يسترب. انا هقول انا اعتمدتها خلاص، انا اعتمدت الاسم ده، مش هفضل كل شويه اكلمكم في حوار الاسم، هو انا اعتمدت الاسم ده. نخش في تفاصيل المدرب يسترب، ونخش في تفاصيله الكتيره اللي انا كاتبها عندي دي، ونخش في الموضوع ونتكلم. يسترب يا جدعان الشكل التكتيكي، يعني الشكل التكتيكي بتاعه. مثلا الشكل التكتيكي لو مثلا 4-3-3، 4-1-4-1، 4-2-3-1، الكلام ده كله. مثلا هنفترض مثلا ان الشكل التكتيكي بتاعه 4-3-3. لا معلش يا جماعه، بس بعد الورقه عشان ما كنتش شايل. نفترض مثلا ان الشكل التكتيكي بتاعه للنادي الاهلي 4-3-3. الراجل ده ما بيغيرش. ازاي؟ مش تبديلات، لا طبعا. ما بيغيرش اسلوب لعبه، ما بيغيرش الشكل التكتيكي بتاعه ولا التكتيك بتاعه في ارضيه الملعب. هو نزل ب 4-3-3 هينهي ب 4-3-3، الا في يعني الظرف الطارئ، انت فاهم؟ اللي هو مثلا خسران عايز يجيب جون، لا يعمل خطه هجوميه اكتر، الكلام ده كله. لكن هو كسبان متعادل، في احدى المرات بيكون خسران، ما بيغيرش طريقه لعبه اللي هو نازل بيها الماتش، وغالبا ما بيغيرش اصلا طريقه لعبه في العموم، بيلعب بيها معظم الماتشات وكل الماتشات، عشان بس نكون عارفين. فهو الشكل التكتيكي بتاعه اللي هو افترضنا 4-3-3 ما بيغيرش الشكل التكتيكي للفريق في ارضيه الملعب، على الاقل في ارضيه الملعب. تمام؟ والماتش بيتلعب كده واحنا في قلب الماتش والماتش بيتلعب، هو ما بيغيرش الشكل التكتيكي بتاعه نهائي، عشان بس تكونوا عارفين. تمام؟ نيجي بقى للحاجه التانية. المدرب ده يا جدعان ما بيعتمدش على التيكي تاكا. انا عايزه اقول لك ان انا مش عايزه اصدمك. ليه؟ لان انا هقول لك حاجه حلوه دلوقتي. المدرب ده ما بيعتمدش على التيكي تاكا نهائيا، اللي هو باصين 3-4 وانقل باصات بعرض الملعب وبطول الملعب في نص الملعب بتاعك. مفيش الكلام ده. لا توجد تمريرات قصيره نهائيا، عشان بس نكون عارفين. بيبحث بكمل لك بقى. بيبحث بأقصى الطرق الوصول للمرمى مباشرة، ولعبه هجومي جدا. يعني هو بيبحث بأقصى الطرق اللي تخليه يوصل للمرمى بشكل مباشر وبشكل أسرع وبشكل أكبر، اللي هو مثلا يلعب كرة طولية، مثلا يعمل أي شكل أو أي حاجة توصله للمرمى بسرعة، الكلام ده كله. لعبه يا جدعان هجومي جدا. يعني أنا قلت لك ما بيعتمدش على التيكي تاكا، ما بيعتمدش على التمريرات القصيرة اللي في نص ملعبه، لكن بيعتمد اللي هو بيبحث بأقصى الطرق الوصول لمرمى الخصم مباشرة. مش لسه بقى هتحضر وتنقل باصات، باص 2 و3، لا الكلام ده كله مفيش منه. هو بيبحث عن الوصول للمرمى بأقصى جهده. تمام؟
لعبوا هجومي جدا يا جدعان، لعبوا هجومي بحت، لعبوا هجومي بحت. تمام. التالت حاجة بقى، الكابتن اسمه ياس تورب ده، بيعتمد على عايز اقول لك بقى ان الاتنين المساكين بتوعه مش عايزهم حريفة. يعني هو الاتنين المساكين بتوعه دول هو مش عايزهم حريفة. الكابتن ياس تورب الاتنين المساكين بتوعه مش عايزهم حريفة، على قد ما الباص بتاعهم سليم بنسبة 100%، ودقة الباص سليمة بنسبة 100%. هو مش عايز المدافع يرقص، اللي هو ياخد المهاجم الأول يرقصه والتاني يعمل فنت يجيبه ويرقصه مش عارف ايه. مش زي عبد المنعم، مش زي عبد المنعم. هو مش عايز الكلام ده خالص، هو عايز الباص يبقى سليم بنسبة 100%، وتكون حتة الباص عندك سليمة بنسبة 100%. تمام. وبيحب الباص لأقرب لعيبة، يعني مثلا السنتر باك، المدرب ده بيحب السنتر باك يعمل الباص بتاعه لأقرب لعيب ليه، لاقرب لعيب ليه. يعني انت قدامك لعيب قريب وقدامك لعيب بعيد، وانت مش ضامن الباص اللي هتعمله للاعيب البعيد، اعمل الباص للاعيب اللي جنبك والقريب منك والعب له الكوره. هو عايز حته اللي هو انا انزل اطلع بالكوره بدوران جسمي واعمل اسكان للملعب واطلع بالكوره من تحت والكلام ده كله، الا للاتنين اللي هم بينزلوا يستلموا الكوره من الاتنين السنتر باكات بتوعه، اللي هم مين؟ في الاغلب مروان عطيه، والتاني هيبقى بالرمضان. يعني هو في الاغلب مروان عطيه والتاني هيبقى محمد علي بالرمضان. لكن الاتنين السنتر باكات بتوعه مش اللي هو مش عايزهم يحرفوا الكوره، مش عايزهم يرقصوا، مش عايزهم يطلعوا بالكوره ولا يعملوا سكان للملعب ولا اللي هو الرؤيه، ولا يطلعوا بالكوره من تحت ولا الكلام ده كله. هو عايز باص سليم، باص سليم، وباص الكوره لاقرب لعيب ليك، و تحاول بقدر الامكان تدي الكوره للاثنين لعيبه اللي انا قلت لك عليهم، اللي هو مروان عطيه في الاغلب، والتاني هيبقى محمد علي بالرمضان، اللي هم هينزلوا يستلموا الكره، يسقطوا تحت يستلموا الكره ويعملوا بقى اسكان ويطلعوا بالكره بدوران جسمهم، وانت فاهم بقى الكلام ده كله، ويطلعوا بالكره من تحت والكلام ده كله. نيجي بقى للنقطه الثالثه يا جدعان، او النقطه رقم 3، رقم 4، معلش انا اسف. النقطة الرابعة والنقطة رقم 4. المدرب ده يا جدعان بيعتمد اعتماد كلي على الاثنين الباكين بتوعه، اللي هم في الوقت الحالي مين اللي بيلعبوا؟ محمد هاني واحمد نبيل كوكا، على اليمين وعلى الشمال. تمام. انا هكلمك عنهم دلوقتي لان هم اللي بيلعبوا في الفترة الحالية. بيعتمد على اعتماد كلي على الباكين. ازاي؟ انا قلت لك تشابي الونسو بيعتمد على الباك ان هو لما بيطلع قدام في الحاله الهجوميه بيدخل في عمق الملعب. ده عكسه بقى، الاثنين الباكين بتوعه بيعملوا ستريتش للملعب، بيعملوا ستريتش للملعب، اللي هو ايه؟ باك طاير على اليمين خالص وباك طاير على الشمال خالص، باك على اليمين وباك على الشمال، انت فاهم؟ خالص طايرين. بيعتمد اعتماد كلي على الباكين اللي بيلعبوا معاه وبيعملوا ستريتش للملعب، واللي هو بقى الكره اللي هو يلعب عرضيه، يخرج بالكره من تحت مثلا، يعمل باص للوينج ويرجع تاني، انت فاهم؟ وبيعتمد برضه يا جدعان، عايز اقول لكم على حاجه، بيعتمد على الباكين ازاي؟ ان هو الباك اليمين يبقى طاير والباك الشمال يبقى طاير، ويسحبوا معاهم الوينجين بتوع الفريق الخصم، اللي هو محمد هاني يبقى طاير ساحب معاه الوينج بتاع فريق الخصم، وبرضه احمد نبيل كوكا يبقى طاير ساحب معاه الوينج بتاع فريق الخصم برضو الناحية التانية. فدي حاجة حلوة جدا، وحاجة هو بيعملها على طول في طريقة لعبه اللي شفتها له في التحضير مع الفرق اللي كان بيدربها. فدي حاجة حلوة جدا، الحاجة اللي هو بيعملها، اللي هو يعمل يخلي الباكين بتوعه يعملوا استريتش للملعب. نيجي بقى لاخر حاجة في الكلام الفني والفنيات والتكتيك والكلام ده كله والارقام والكلام ده كله، واقول لك ان الراجل ده لعب 512 ماتش في مسيرته. الراجل رجله في السوق، الراجل بيعرف يتعامل، الراجل عنده خبرات واسعه جدا، انه لعب 512 ماتش في مسيرته كلها. فدي حاجه كبيره جدا وحاجه تحسب له كمدير فني. حقق الفوز في 206
265 ماتش وتعادل 113 ماتش وخسر 134 ماتش. انا عايزه اقول لك ان نسبة الخسارة ضئيلة شوية، لكن برضو اعلى من نسبة التعادلات. ما كنتش حابب انه يخسر كل الخسارات دي، لكن واخسرهم من 512 ماتش. انت فاهم حاجة كتير، ونسبة الخسارة مش كتير قوي يعني. ف حلو، مش وحش طبعا، خاصة ان هو فاز 265 فوز من ال 512 ماتش. فاللي هو لا، ارقامه حلوه، ارقامه كويسه، ارقامه بتثبت على حاجه وبتدل على حاجه. غير الراجل زي ما قلت لكم، كورته الهجوميه شرسه جدا، وبيعشق الضغط العالي، وبيحب الكره الهجوميه بشكل كبير جدا. تمام. فارقامه مش وحشه في عدد الماتشات اللي لعبها وخسرها وتعادلها والكلام ده كله. ننقل بقى على ايه المؤتمر الصحفي، واللي قاله في المؤتمر الصحفي امبارح بعد ما عدى على ملعب التتش. طبعا ملعب النادي الاهلي، دخل الملعب خد جولتين كده وخرج، دخل على المؤتمر الصحفي. طبعا الصحفيين بيسالوه وبيرد على الاسئله بتاعتهم والكلام ده كله. نيجي بقى اول حاجه بس عايزه اكلمكم فيها، معلش عايزه اكلمكم فيها. ريبيرو لما كان في المؤتمر الصحفي قبل ما يمسك الاهلي خالص، يعني لما مسك الاهلي اول ما رجع مصر، اول ما رجع من كاس العالم للانديه، كان بيتسأل والكلام ده كله. فبيقول لك لا استطيع عبء ان احقق الفوز في كل مباراه، ولكن لو اتيحت الفرصه لذلك سيكون امر رائع، ومش عارف ايه وما ادري ايه. يا اسطى انت عبيط، يعني انت عبيط. هو ايه اللي لا استطيع عبء ان انا احقق الفوز في كل المباريات؟ احنا عارفين ان الكوره مكسب وخساره وتعادل والكلام ده كله، لكن ازاي انت توعد الجمهور او تدخل في ذهن الجمهور حاجه زي كده؟ اصلا انت جاي اصلا مش ناوي على ان انت تكسب كل ماتشاتك وتاخد كل بطولاتك. انت ازاي كده؟ وازاي قلت التصريحات دي؟ ده انت بارد يا اخي. ولو اتيحت الفرصه لذلك سيكون امر رائع. بسم الله ما شاء الله. يعني انت اصلا انت مش مخطط ان انت تكسب كل الماتشات، انت مش مخطط ان انت تكسب كل البطولات. انت بتقول ببركه ربنا، بالحب، هي ماشيه بالحب. اللي هو ازاي؟ لو اتيحت الفرصه بقى يبقى امر رائع، لو ما اتيحتش خلاص ما براحتها. يا جدعان انا هتشل وعهد الله، اقسم بالله هتشل. الصحفي طبعا امبارح بقى في المؤتمر الصحفي، نيجي بقى ايه، سيبك من ريبيرو اللهطل اللي مش عارف هو بيقول ايه ده، ونيجي بقى للكابتن يسترب ولا يسرب ده ولا المهم. امبارح في المؤتمر الصحفي الراجل بيساله، الصحفي بيساله، بيقول له طبعا عرفت ان النادي الاهلي وجماهيره لا يقبلان غير بالفوز. رد بقى سرب قال له ايه؟ قال له عرفت الكلام ده وقريت كتير في الإعلام، والكثير من أصدقائي أعلموني بهذا الأمر، وأنا أحب التحديات اللي من النوع ده، وطبعا جاي يكسب. بس شوف فرق التصريح، شوف التصريح اللي في السماء والتصريح اللي في الارض، شوف فرق العقليه والمنتاليتي والتصريح. اصلا يا جدع انا بحس ان ريبيرو ده باكستاني على صومالي على استرالي. يا جدع اسباني ايه يا جدع؟ عليا النعمه انا لو مدربين اسبانيا كل، يعني انا مش هشجع بعد كده لا جوارديولا ولا جوزيه مورينيو ولا تشابي يا نهارتين. يعني انت دلوقتي اسباني، انت عايز تقنعني ان كل الاسبان زيك؟ ده انا ما بشجعش كوره يا جدع تاني، والمصحف ما شجع كوره، انت بتهزر. فطبعا شوف كلام المدرب يسرب، بيقول لك انا احب التحديات اللي من النوع ده، وطبعا جاي يكسب فقط. شوف يا جدع، جاي يمسك نادي بحجم النادي الاهلي، جاي يمسك نادي بقيمه النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي. هو قال لك انا بمشي في الشارع بلاقي الناس بتتصور معايا؟ هو ما قالش كده، انا بقول لك اهو من عندي. قال لك انا بمشي في الشارع الاقي الناس بتتصور معايا. فهو عارف ان انا في نادي كبير، انا في نادي عظيم. واحد يقول لي يا عم، يعني هو لما قبل لو الناس ما كانتش اتصورت معاه كان هيعرف ان هو مش في نادي كبير، في نادي صغير؟ كنت اقول لك بس يا حبيبي، بس ابو دم خفيف. لا بس هو لما لقى ان الجماهير اللي هو ماشي وهو ماشي الجماهير بتتصور، الناس كلها بتتصور معاه، الكلام ده كله،
عرف ان هو في نادي كبير، نادي شعبيته جارفة من الاخر. فشوف كلامه، شوف كلامه والمنتاليتي والفرق العقلية بينه وبين الخروف او المعزة التاني اللي اسمه ريبيرو ده. عايزه اقول لك برضو ان المدرب ده انت تشعر في بعض الاوقات انه ملوش ردة فعل وردوده هادئة جدا، لكنه يوجد لديه ردود افعال صارمة، شخصيته قوية جدا. يعني انت بتشعر في بعض الاوقات ان المدرب ده هادي راسي بارد، انت فاهم، لكن عنده ردود افعال صارمة وشخصيته قوية جدا. تمام. رقم 2 قال لك المدرب في المؤتمر الصحفي بقى اللي انا قلته لك ده، اللي هو تشعر في بعض الاوقات انه هادي وكده، دي من عندي، لان انا بشوفه كده في الفرق اللي كان بيدربهم قبل ما يجي النادي الاهلي، انا شفته كده. نيجي بقى، قال لك امبارح في المؤتمر الصحفي، قال لك انا بقالي شهر متابع الدوري المصري والكرة المصرية ولن اشعر اني غريب. اللي هو جاي عارف نقاط ضعف لعيبه الاهلي، نقاط قوه لعيبه الاهلي، اللاعب ده امكانياته ايه، هو متكيف على الاجواء، هو داخل في وسط الاجواء، مش محتاج ان هو لسه يدخل. هو اللي قال لك امبارح الكلام ده مش من عندي، انا جايب لك تصريحاته او ملخص تصريحاته. قال لك بقالي شهر متابع الدوري المصري والكره المصريه ومنتخب مصر، ولن اشعر اني غريب. اللي هو عارف لعبته طبعا، امكانياتهم، نقاط ضعفهم، نقاط قوتهم، الكلام ده كله انت فاهم بقى. التكيف، هو متكيف جدا او مش جدا، هو متكيف شوية لانه كان متابع، مش كان ملط قبل ما يجي. تمام. نيجي بقى لاخر تصريح واللي كلمتك عنه دلوقتي، لكن هو قاله في تصريح لوحده. قال لك انا اعشق او عاشق للتحديات الجديدة، عاشق للتحديات الجديده. يا جدع انا وعهد الله بحبك، انا حبيتك يا جدع قبل ما اشوفك في النادي الاهلي. يا اسطى انت كاريزما، انت ماشي امبارح في ملعب مختار التتش، كاريزما، حته كريزه ماشي، حته كريزه في ايه يا جدع؟ اقسم بالله عالمي. المدرب ده يا جدعان انا متوقع ان هو هيعمل حاجه مع النادي الاهلي، من تصريحاته، من اللي بيقوله الكلام ده كله. قالك انا بعشق التحديات الجديدة، انا جاي اكسب، بس انا بحب التحديات اللي من النوع ده. لا، مدرب جامد جدا، مدرب كلامه وشخصيته، يعني كلامه كده، ومن كلامه انت تحس ان شخصيته قوية، عنده كاريزما، هو مدرب كاريزما. انت وكمان ده اقرع، ده مدرب اقرع يا جدع. ده انت عندك مين اقرع؟ ده انت عندك جوارديولا، عندك ارن سلوت، عندك تنهاج، ده في كتير وانا ناسيهم، في كتير وانا ناسيهم. تمام. فده مدرب اقرع، فاللي هو يشبه باقي المدربين اللي هو انا لسه ذاكر لك اساميهم دول. فهو يا جدعان مدرب جامد جدا، ومن كلامه ومن تصريحاته بيبين او بيظهر ان هو مدرب شخصيته قويه جدا. فانا اتمنى انه يعمل حاجه مع النادي الاهلي. والامانه يا جدعان انا كنت هكلمكم برضو في مواضيع تانية، كاس السوبر المصري موعده وهيتلعب فين والكلام ده كله، وكنت هكلمكم عن حاجه في نادي الزمالك، لكن الموضوعين دول هكلمكم فيهم في فيديوهات على الانستجرام، علشان مش عايزه اطول عليكم في الحلقه دي. والحلقه دي برضو انا مخصصها للمدرب ده بس، فصلته حرفيا، فصلته لكم في كل الكلام اللي قلته في التلت ساعه اللي اتكلمتكم فيها دي. فالباقي المواضيع ده انا هكلمكم فيها على الانستجرام، الموضوعين دول النهارده ان شاء الله باذن الله. فده كان مدرب النادي الاهلي الجديد، ده كان يسترب مدير الفني للنادي الاهلي الجديد. فصلته لك، قلت لك كل حاجه عنه، كلمتك في كل حاجه عنه، في الامور الفنيه، في التصريحات اللي قالها امبارح، في كل حاجه. فبالله عليك بقى ايه التقدير، وقدرني واعمل لايك عشان انا كفرت في الحلقه دي. السلام عليكم.